تتمنى الخير للآخرين يا أخي. تمنى الخير ليأتيك الخير، لا يكون قلبك حقود. ألم تقطع مشروبات الطاقة؟ والآن كما أقول لكم دماغي ليس معي، فضروري القليل من مشروب الطاقة هذا لأصحصح، ضروري القليل من الكافيين لكي أصحصح. أنا مريض سكر، ادعي لي الله يشافيك ويعافيك ويبعد عنك كل شر وكل مكروه. أنت وسيم اليوم، وهذا لأن عيونك جميلة، ترى العالم بنظرة جمال، فلهذا ترى الناس وسيمين. سيضرك كثيرا وعادي، عادي. تركتني حبيبتي يا فاروق، ماذا أفعل وماذا أفعل لك أنا؟ تركتك عادي. من هذا الذي لا، العالم كله تترك حبيبته، لست أول واحد أو آخر واحد. إذا عمت هانت، إذا عمت هانت. كيف حالك؟ عساك طيب؟ والله بخير، أموري طيبة، أوضاعي ممتازة، الدنيا معي بخير الحمد لله. يعني لا أستطيع أن أكون راضي عن الأمور أكثر مما هي عليه، فالأمور طيب. كل عام وأنت بخير. كيف كان يوم العيد بالنسبة لكم؟ كيف كان مذاق لحم الضأن؟ آه، أخبرونا، طمنونا عن عيدكم، ماذا فعلتم اليوم؟ كل عام وأنتم بخير، كل عام وأنتم بخير. ادعي لي، عندي امتحانات، اللهم يسر، اللهم يسر. العيد كان رهيب، اللهم أدمها من نعمة. كيف نحارب الوحدة؟ تقبل أنك وحيد، تقبل وحدتك. إذا استطعت أن تتقبل الوحدة وتتقبل فكرة أنك قد تعيش لوحدك بعيدا عن الآخرين، والله سوف تستطيع أن تكون جيد مع الناس. لأنك إذا دخلت علاقات وشكلت صداقات فقط لأنك وحيد، فأنت انطلقت من نقطة غلط. تشبع من نفسك. إذا كنت متشبع من نفسك فصدقني، أي صداقة صنعتها، أي علاقة دخلتها، سوف تنجح. مشكلة الناس الوحيدين أو غالب الناس الوحيدين هي أن المنطلق الذي ينطلقون به لتشكيل الصداقة أو العلاقات الإنسانية بشكل عام منطلق خاطئ. رغبة في ملء فراغ في ذاتهم. لا، املأ الفراغ بنفسك. من الجوت؟ الجوت في ماذا؟ الجوت في أي مجال. أنا معجبة فيك، أنا آسف، أنا مخصي، أسلك درب الرجال المخصيين، معتزل النساء، مثلي مثل ابن تيمية، أمشي في درب الأموال، أريد أن أجمع المال، أريد أن أصير مليونير. فالنساء لم تعد تغويني، النساء لم تعد تعجبني. ادخل مع هاتان. وتم ونتحدث معكم أولا. أهلا محمود العراقي. نتكلم مع بعضنا البعض وبعدها نبحث عن من ندخل. وأنتم مباشرة ادخل مع فلان، ادخل مع علان، لا نتكلم معكم، لا نتحدث معكم. أيوة، ودعونا نتكلم مع بعض وبعدها نرى، بعدها نرى. يا سلام، يا سلام، يا سلام. انصحني بروايات يا فاروق. ادخل قناتي ستجد نصائح للروايات. لا والله لم أسمع أي أغنية، لم أسمع أي أغنية يا رجل. شعب تويتر، الناس في تويتر هم أحقر ناس سترى في حياتك. تويتر هو مرتع للمستشرفين وللملاحدة وللزناديق وللنسويات وللمفشوخين والمفشوخات. هذه هي النماذج الموجودة في تويتر. يوجد إنسان بكامل قواه العقلية يستعمل ذلك التطبيق. تويتر هو مستنقع السوشيال ميديا. تويتر يعني هو هند السوشيال ميديا. إذا كانت تويتر دولة سأسميه دولة الهند. ف وأنت افهم، أو نيجيريا، أو هذا هو تويتر في التطبيقات. ادخل مع أبرار الحبشي. أبرار الحبشي فاتح؟ لا أعتقد أن أبرار الحبشي فاتح. لا أعتقد، لا أعتقد. أبو مشاعل هذا ليس وقته. أحبك في الله. شكرا لك، شكرا لك. ما أفضل نظام، أندرويد أو آيفون؟ والله أستعمل أنا الأندرويد. يعني أنا شخصيا لا أستعمل الآيفون. ما الأندرويد بالنسبة لي أسهل.
فنعم. بما أنك ماجستير، هل تعرف الطريقة الصحيحة للدراسة لدرا لل... دراسة بحث علمية واجتماعية دون والله لم أفهم تعليقك. ما الذي أعرف أن عليك، كيف أشرح لك؟ استغفر الله العلي العظيم. اشتقنا لفاروق نسخة أيام 2023. أيام كان فقير بس مبدع وما يجامل هبة الخليج. هل رأيتم؟ الناس تريدك دائما فقير، الناس دائما تريدك حقير، تريدك مكتئب، تريدك في الأسفل، لا يريدونهم أن يروك تتطور. ما إن تتطور في حياتك الله سبحانه وتعالى يفتح لك أبواب رزق ولا يعود يحبك، ويحبك لأنه يرى فيك نفسه. الفقر والحقارة والقاع والمستنقع فلهذا لا تهتموا لرأي الناس، لأن مهما فعلتم لن يرضوا عنك. مهما فعلتم كنت نفسك لن يحبوك، كنت غني لن يحبوك، كنت فقير لن يحبوك. وادعس على آرائهم. اشتقت للنسخة موجودة في يوتيوب، لا تأون لإعجاب شخص ما. كونوا نفسكم. أنا هكذا في الآن، لا يمكن أن أعود لنسخة فاكين ماضية مني أيام زمان. كنا نسب، كنا نشتم، كنا لا نتحكم فيما نقول. عمري الآن 30 يا رجل، عمري الآن 30. الناس بعمري عندهم زوجة وأبناء. محاسبنا على ما أقول. يجب أن أحفظ لساني، لا أستطيع أن كل ما هب ودب أقوله. فهمتموني؟ سلومو يبيك وننتظر إذا أراد أن يدخلنا وهو عادي. السلولو يغلق جولاته فيجب هو من يرسل لك. فهمتموني؟ تطورت والله. الناس لا تريدك تتطور، الناس لا ترغب بأن تتطور، تريدك أن تبقى في القاع، تريدك أن تبقى في يحبون أن يدوسوا عليك. فهمتم؟ يحبون أن يروك في الألم والعذاب والمعاناة. دائما خيبوا التوقعات. هذا أخوكم فاروق. خيبوا توقعات الفاكين مجتمع، هذا المجتمع الذي يفرض عليكم قيود ومثاليات. اخرجوا أنتم من هذه الدائرة. أنت أيها المجتمع تنتظر مني شيء، ما سأفعل أنا عكسه. لا تفعل شيء حرام، ترضي الله عز وجل، علاقتك بربك ممتازة. فاكت. تبا للآخرين، تبا للآخرين. أعطي رأي الآخر الإصبع الأوسط. أنا مثلا لو أن 8 مليار بشري يستمعون لي وأعطوني ميكروفون وقالوا لي تحدث، والله غالبا سأقول للعالم تبا لك، أو سأضرط وأحرص على أن يسمعوا ضرطتي وأجعلهم يتخيلون كيف رائحة الضرط. والله شيء رائع، والله فكرة، والله أعجبتني هذه الفكرة. العالم كله يستمع وينتظر أن أخبرهم بخطاب معين وأضرط وأتخيلهم وأتركهم يتخيلون أين هم من الرائحة. It's good. والله that's a good idea. It's fucked up ولكن good idea. لماذا لم ينزل أبو مشاعل فيديو لك؟ والله وين عايش يا فاروق؟ عايش في بولندا، أعيش في دولة بولندا الحسناوات يا رجل. أخطر دولة يمكن أن تعيش فيها في الوقت الحالي هي دولة بولندا.
أخطر دولة خطيرة يا رجل. الصباح أنا خارج وأتجول المناظر والفسوق وكمية العري تجعلك ترغب بأن تفقع عينيك. ليه ما تعيش في الخليج بين أهلك وناسك؟ والله الخليج يحتاج رأس مال. أهلا عمي وعم عيالي سعود، وين دي رأس مال ممكن مستقبلا. ويحتاج أنا أغير من نفسي، أنا أغير من تصرفاتي، أصير نسخة أفضل من نفسي، فأتحكم في لساني أكثر. ممكن عندها نعم أدخل مع سلوم. والله لا أريد الدخول مع أحد الآن، أنا أريد فقط الحديث معكم. فالجو ليس جو جولات، جوي فقط جو حديث مع المتابعين، كلام مع المتابعين، مع نتبادل أطراف الحديث. هذا هو الشيء الذي أريد القيام به الآن. وإذا دخلت سأدخل مع السلولو. يعني أين السلولو؟ السلولو فاتح. إذا دخلت مع أحد أدخل مع السلولو. فاروق كل عام وأنت بخير، كل عام وأنتم بخير، كل عام وأنتم بخير، كل عام وأنتم بخير. متى آخر مرة صليت؟ والله هذا السؤال لا نسأله للرجال، لأن أساس الدين هو الصلاة. فالحمد لله ملتزمين بصلاتنا. اليوم فاتتني صلاة العيد يا رجل. تخيلوا سافرت من مدينة لأخرى وذهبنا للمصلى، فاتتني صلاة العيد رغم أني حاولت وذهبت في أول قطار هل أنت بطة؟ لا، ولكن لو كنت طائر سأتمنى أن أكون نقار خشب. بوب 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 بوب. أهلا سناكر، أهلا أهلا سناكر. سناكر اضرب بضربة مباركة يا رجل. داخل لهذا البث اضرب بضربة مباركة، ضارب قلب. اضرب بدئب، اجعل دئب يعوي. عيد علينا بحوت، بشيء يسوى. ها والآن تكلمت، الآن تكلمت يا أبو سناكر. بطة ويا لها من بطة. الآن الأمور ممتازة. ذا ويتشر 3 والله متحمس للويتشر. موت. أهلا الزعيم سناكر، أهلا ببطك سناكر. يا سلام يا سلام، بحيرة البجع، بحيرة البجع. الأمور طيبة، الأمور طيبة، الأمور طيبة. أعطيني أسماء مواقع متابعة أنيمي. والله ويت أنيمي هو الذي أشاهد منها. متحمس لكأس العالم صراحة. لا لست مهتم. متحمس لمباريات البرتغال. البرتغال متحمس. كأس العالم هذا أنا سأكون برتغال. كأس العالم هذا سألبس عباءة البرتغال. أنا أخبرتكم أن أجدادي كانوا من الأندلس. جدي الأكبر هو مؤسس مدينة إشبيلية. جدي الأكبر كان سلطان إشبيلية عندما كانت إشبيلية مقاطعة من مقاطعات الأندلس. فسأشجع فريق أجدادي، لأنني أنا خليط بين العرب وبين القوط وبين الأمازيغ الذي كانوا في تلك المنطقة. فسوف أقف مع أجدادي. كريستيانو من ماديرا يعتبر واحد من أحفاد جدي من الجهة الأخرى، يعتبر من العائلة. إذا النهائي بين المغرب والبرتغال. البرتغال. إذا والدي ووالدتي وإخوتي يلعبون ضد البرتغال سأشجع البرتغال. أنا أخبرتكم في كأس العالم هذا سأكون برتغالي أكثر من البرتغاليين نفسهم. سميني اسم برتغالي، نونو فرنانديز أو شيء كهذا. كأس العالم هذا يعني إذا لم تفوز البرتغال سأصاب بأكبر إحباط. ربما سأفقد قدراتي على التوالد. يعني آخر كأس العالم للضون يا رجل، آخر كأس العالم للأعظم كريستيانو رونالدو، أحسن من لمس كرة القدم عبر تاريخها. يعني كريستيانو يقضي مسيرته بدون كأس عالم. والله يكون عار يا رجل، يكون عار. تخيلوا معي بعدما يحمل كأس العالم يعلن إسلامه ويقول لهم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. أهلا سيف العتيبي، أهلا سيف العتيبي. بالله تخيلوا معي كريستيانو مثلا حمل الكرة الذهبية لأن حقق كأس العالم، وعندما يحمل الكرة الذهبية يقول لهم الحمد لله ويعلن إسلامه في تلك اللقطة. والله إنه مشهد مهيب، سيكون أعظم مشهد في آخر 200 سنة. أهلا الزعيم سيف، أهلا الزعيم سيف. بابا أبناء قبيلة عتيبة يهشكوننا ويبشكوننا.
أغنياء قبيلة عتيبة يهشكوننا ويبشكوننا. أهلا أبو جي بي أي، أهلا أبو جي بي أي. الأحلام مجانا. اليوم ذهبت لمحل الرولكس، والله ذهبت لمحل الرولكس. بدأت أرى الساعات، خبرته أعطيني ساعة لكي أقيسها على يدي. قست تلك الساعة، عندما سألت عن الثمن أخبرني 15,000 دولار. يا رجل تخيل واضع 15,000 دولار هكذا في يدك. بدأت أتأمل تقريبا 5 دقائق وأنا أتأمل، وبدأت أحلم. بدأت الفكرة كبرت في رأسي. إن شاء الله، لما لا؟ شكرا للعتيبي. لما لا؟ سأخبركم نصيحة: احلموا، احلموا. دائما يكون عندكم أحلام، سواء حققتها أو لم تحققها. الحلم مجانا، وبدل الحلم يكون عندك 10 أحلام. اسعى، حاول، أبذل المجهود، ولكن المهم كن من الحالمين. كن من الناس الحالمة. المجتمع الحالي يحاول أن يقطع أرجلك. المجتمع الحالي يحاول أن يقطع الغالي الخاص بك ويجعلك رجل بدون تستوستيرون. الرجل الطبيعي هو رجل حالم. الرجل الطبيعي هو رجل يسعى. الرجل الطبيعي هو رجل راغب. إذا عندك الحلم مهما كانت وضعيتك، إذا كنت إنسان حالم وإنسان طموح، اعرف أنك فحل. اعرف أنك رجل طبيعي. اعرف أنك رجولة أيام زمان لا زالت موجودة فيك. يا رجل، أجدادنا كانوا فاتحين، يحملون السيف ويذهبون للأرض من غربها إلى مشرقها. وصلوا إلى أبواب باريس. أهلا محمد، أهلا محمد. ووصلوا إلى الصين. كيف بالحلم؟ نحن حتى القدرة على الحلم لم تعد لدينا. لاحظوا، أغلب من سألتموهم ما طموحك، ما أحلامك، سوف يجيبونك بأشياء بسيطة. أقداركم تؤخذ بأفواهكم. رفع، علي علي علي. أنا أحب قراءة التاريخ. أحب قراءة التاريخ لأنه يعلمك أن الإنسان هو أغبى مخلوق في الطبيعة. نفس الأغلاط التي الإنسان دائما ما يكرر أغلاطه. أهلا 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 محمد. بابا 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 بابا، الأموال الطائلة، الأموال الطائلة. أهلا الضفيري، أهلا محمد الضفيري، أهلا بأبناء قطر. بوب بوب بوب، سأخرج من فقر الليلة، سأخرج من فقر الليلة. أهلا بن ماجد. يا سلام يا سلام يا سلام، الأموال الطائلة، الأموال الطائلة. رحلة الرولكس بدأت. رحلة الرولكس بدأت. شكرا لابن الكويت، شكرا. ما أكثر كتاب أثر في شخصيتك؟ أكثر كتاب أثر في شخصية أشخاص أكثر من كتب. والله أثر في وترك في بشر عاشرتهم وتعاملت معهم أكثر من كتب، رغم أنني قارئ شره. ترى يوميا أقرأ 100 صفحة يوميا يوميا. سأريك عدد الكتب التي لدي، سواء إنجليزي أو عربي. ولكن بوب بوب، ما هدية العيد هذه؟ شكرا أبو جي بي أي لهدايا العيد. شكرا أبو جي بي أي لهدايا العيد. شكرا شكرا. تعرفون حلمي؟ والله صار واحد من أحلامي. إذا إن شاء الله تزوجت ولدي أبناء، سأعيد بذلك الخروف أبو مؤخر، ذلك الخروف الأوزباكستاني عنده بي بي ال، كأنه كيم كارديشيان. ما لا أعرف. بابا 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 بابا، أهلا جي بي أي، أهلا. أهلا بأبو جي بي أي، أهلا. أهلا ب هل سبق وتذوق أحد لحمه؟ عرفتم نوع الخروف الذي أتحدث عنه؟ هل عرفتموه أم لم تعرفوه؟ والله حلم تاريخي يا رجل. تخيل العائلة كلهم ينتظرونك وتدخل لهم بخروف، وزوجتك وأبوك وأمك وأبنائك الكل متحمسين للخروف. فجأة تأتيهم بذلك الخروف أبو مؤخر. فجأة تأتيهم ذاك الخروف المربرب. والله بلوت تويست، لن يفهموا أي شيء. يقولون وضف ما هذا يا هذا. بما أنك ماجستير، طلبت منك أفضل طريقة لإجراء بحث عميق في موضوع معين إن كنت تعلم. والله أنا شخصيا في بحث الماجستير الخاص بي ساعدتني وثائقيات، فكنت أشاهد أفلام وثائقية. فجرب معتقداتك الدينية أخي. هذا واحد يسألني عن معتقداتي الدينية، محاكم التفتيش هذه. كيف معتقداتك الدينية؟ أي معتقد ديني سيكون لي؟
تعبد البقر أو الشجر أو هبل. مسلم، مسلم سني من أهل السنة والجماعة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كيف معتقداتك الدينية؟ عندنا معتقد واحد: الدين لله الإسلام. الدين لله الإسلام، هذا ما أخذنا عن آبائنا وأجدادنا. أيوة، معتقداتك الدينية على أساس يجب معتقد واحد هو الذي نتبعه نحن. أتتوقع رونالدو يحقق المونديال؟ أحلم بأنه يحقق المونديال، لكن لا أتوقع أنه سيحقق المونديال. والله قرأت أكثر من 100 كتاب. أفضل كتاب العالم إرادة وتمثل لآرثر شوبنهاور، هكذا تكلم زراديتش، فريدريك نيتشه، تأملات ماركوس أوريليوس. كثير كثير. أحب الكتب الفلسفية. كم واحدة متزوج حاليا، والله العين بصيرة واليد قصيرة يا رجل. حاليا الجفاف العاطفي، الجفاف حياتي العاطفية عبارة عن صحراء بدون ماء. يعني أهلا عمي وعم عيالي سعود، أهلا عمي وعم عيالي سعود، أهلا بالكبير سعود. تمنوا لأخيكم يخرج من عزوبية العار هذا. لا، العزوبية والله تقهر، العزوبية محبطة. فتمنوا لنا نخرج من عزوبيتنا. الله يرزقنا ويرزقكم يا رب، الله يرزقنا ويرزقكم. بالله أحد يذهب عند سلومو يخبر فاروق ينتظرك. اصبروا اتصل به، هو فاتح. نعم، ندخل مع سلومو مثل البارحة، كانت جولات جيدة. اصبروا. ايوا فاروق، أن تسعى في تيك توك، هذا يقول لي أن تشحذ في تيك توك. هل من بدأ البث أخبرتكم أعطوني شيء؟ ما بك حقود. هل أخبرك كم جنينا في بث الآن؟ كم فاتح 20 دقيقة أعطتني $50 من عند الله. هكذا فتحنا، الناس يرسلون دعمهم. ما بك تطارد رزق غيرك. هل أخبرتك من فضلك؟ أرجوك، أنا جائع، أرجوك من فضلك ادعمني. وضعيتي والله ممتازة، وضعيتي ممتازة. إذا كنت تدعمني لأنك تعتقد أنني محتاج، والله لست محتاج. أقسم بالله أنني لست محتاج، هناك محتاجون أولى. أهلا السيد فهرنهايت، أهلا السيد سعود. اللي صاير تتأخر بالبثوث، والله هذا الوقت صار مريح بالنسبة لي. صرت مرتاح هكذا، لا أعرف لما، ولكن صرت أجد راحتي أكثر. أنا الصباح الحرارة وغيرها، فأحس هذا الجو جيد. أغنية صقر نسمعها غدا بإذن الله في الكيك. غدا من الأشياء التي سنطلع عليها إن شاء الله في الكيك. أنت المغربي لازم تشجع فريقك المغربي. الوطنية ليست بتشجيع فرق كرة القدم. إذا هذه الوطنية عندك، الله يلعن أمها من وطنية. وطنية تدافع عن بلدك. الوطنية إذا عندك شيء تستثمره في بلدك. الوطنية هي أموالك تضخها في بلدك. الحمد لله، كل ما يأتينا في تيك توك ندفع ضرائبنا وغيرها، ونذهب نحرك باقتصاد بلدنا. متأكد أنا أقدم للمغرب على الأقل ربما كضرائب وغيرها وتحريك للاقتصاد أكثر مما تفعل أنت. ما هو معيارك للوطنية؟ أما كرة القدم هذه تفضيلات شخصية، كل يحب ما يريد. الله يجعلك تشجع الكونغو الديمقراطية. كرة قدم، شجع الذي ستستمتع به، شجع الذي سيسعدك. إذا لم أشجع أنا المنتخب المغربي، هناك 40 مليون مغربي أو 50 مليون مغربي غير. يعني إذا لم أشجع أنا، إذا أنا توقفت عن التشجيع،
وجودي كعدمه يا رجل، وجودي كعدمه. اليوم نبغى بث طويل بإذن الله، بإذن الله، بإذن الله. لا أضع ساعات معينة للبث أنا، فهمتني؟ أفتح على الله على حسب موضوع يأخذنا لموضوع، يأخذنا لموضوع، يأخذنا لموضوع. ما أفضل نصيحة لخريج جامعي؟ خفض توقعاتك. بسيطة وسهلة، وهي أفضل نصيحة لكم. أي وظيفة أتتك اذهب لها، أي وظيفة أتتك. فإن تخرجت اذهب لأي نوع من الوظائف، ابقى في تلك الوظيفة مدة سنة ولا تطيل فيها. إياك ثم إياك أن تتجاوز سنتين في الوظيفة الأولى لك. إياك بعدما تنهي 7 أشهر 8 أشهر سنة غير الوظيفة. أسوأ قرار تتخذه هو البقاء في نفس المكان، لهم دائما سوف يرونك نفس الشخص المستجد. فمهما قدمت مهما حاولت ستبقى دائما ذلك المنضم الجديد، لن تستطيع أن تكبر. فهذه نصيحة من النصائح التي قد أنصحكم بها. وتوكل على الله، اشتغل في أي شيء. الرزق يجلب المزيد من الرزق، الحركة بركة. ما تبقى في سريرك وتجلد عميرة واليوم بطوله وأنت في الأونلي فانز والمواقع الزرقاء والصفراء. لا تحرك أي شيء في الاقتصاد وتنتظر والدك أو أمك يعطوك الإعانات لكي تذهب تأخذ لي كوفي من ستاربكس. هذه حياة الدواب يا رجل. بل أن الدواب تقدم أحسن مما تقدم أنت. على الأقل غائطها يكون سماد يفيد الطبيعة، ولحمها، فهمتموني؟ توكل على الله. الله يجعلك تشتغل سواق في أوبر، المهم هو توكل على الله. وصدقني، ما إن تتخذ الخطوة الأولى وتتوكل على الله الرزق لن يتوقف. لأن تلك جالس هكذا لا تفعل أي شيء، هذا هو الدمار الشامل. السنوات تمر والسنوات تمضي وتتعود على الكسل، والذي تعود على الكسل من المستحيل، من المستحيل، من المستحيل أن يتغير، خصوصا لو طال الأمر 3 سنوات 4 سنوات. اشتغل في أي شيء ولا تبخس رزق، لا تبخس راتب مهما كان صغير. والله اشتغلت ب$20 للأسبوع، تتخيل معي $20 للأسبوع يا رجل، حتى وجبة عشاء لا ذلك الخراء سيسحبه التيار وستبقى تسبح في ماء نظيف. ترى الله عز وجل عادل، الله عز وجل لا يعطيك عذاب أبدي، يجعلك تمر بفترات. الحياة مثل الليل والنهار، فيها تعاقب بالأيام الجيدة والأيام السيئة. قل الحمد لله، توكل على الله، أمورك طيبة. يا أخي لم نجد أحد يدخل معنا، والله لم نجد أحد. البرنامج بأكمله قالب وجاء علينا. ما هذا يا هذا؟ والله البرنامج قلب وجاء علينا. ممكن والله ممكن أفتح على حسب. ما الركيني رافضني، مرسل له 5 6 جولات رفضني فيها. ف ننتظر السلولو، وإذا لم يرسل لنا نغادر. هل سمعت خبر كريستيانو؟ ما به كريستيانو، ما به، ما به الأعظم الظن. يقول خايف تجلده. من خايف أجلده يا رجل؟ أنا لا دعم ولا مستوى اليوم. أنا
اليوم الدعم العين بصيرة واليد قصيرة، والحمد لله. وفكر في السيطرة على العالم، سيطر على طيبة قلبك. مؤخرتك لم تمسحها من الغائط. الغائط عالق في شعر مؤخرتك وتقول لي أفكر في السيطرة على العالم. سيطر على درجاتك، درجاتك سنة على سنة تتدنى. أريد السيطرة بينك وبرين أنت. استغفر الله العلي العظيم. يعني والعيب هو كلامه. واحد جسده مثل البغل، طوله متر وثمانين، ويكتب لك وفكر السيطرة على العالم. لولوج في بريطانيا، كود قياس. إيمو ساما، استغفر الله العلي العظيم. قاعد يخطط للجولة ضدك. أيوا السلولو يريد دعسي. السلولو يريد دعسي أم ماذا؟ ما المهنة التي تحبها أو تتمناها؟ ستريمر، أحسن مهنة في الكون، أعظم مهنة. يا رجل تخيل اليوم سافرت مع السادسة صباحا، وها أنا الآن أمامك فاتح في الليل. هل من مهنة أجمل من هذه؟ الوقت أستطيع أن أفعل به ما أريد. أذهب، أغيب، أرتاح متى ما أريد، أفتح متى ما أريد. الداعر المسمى بدماغي يقول لي فاروق افتح، سأفتح. أكون في الجيم تخيل أتمرن، يقول لي دماغي أوه افتح لك بث. الحمد لله، أنا أقوم بالشيء الذي أنا أحبه. ومشكلة هذه المهنة هي أنك تحتاج أن تتغير. يجب أن تتغير مع الوقت وتتغير مع الساحة، لكن الدعم ليس ثابت. يكفي لتعيش به، يكفي لتعيش به. يعني مثل التجارة، هل التجارة دخلهم ثابت؟ وإن شاء الله نفتح لنا مشاريعنا الخاصة ونصير نقوم بهذا كشغف. هذه هي الخطة. تابعت شاينز جيت، ادخل لقناتي ستجد فيها كل شيء، كل ما تبحث عنه. كيف أستمتع بالمانجا؟ إذا لم تستمتع بها لن تستمتع بها. هذا شيء فطري. إذا تعجبك القراءة ستعجبك القراءة. إذا قرأت ولم تستمتع من المستحيل أن تستمتع بعد مرور الزمن. هناك أشياء فطرية، فهمتني؟ تكلم عن أبو ربيعة الذي أظهر عورته. والله تكلمت. أنا ضد إظهار العورة. أنا أخبرتكم مليون مرة، نحن مسلمون، هذه الأشياء خارج ديننا. ولكن الرجل في اليوم الذي يحتفل فيه اتركوه يحتفل، افرحوا معه، وبعدها ب3 أيام ب4 أيام تستطيعون الانتقاد كما تريدون. ولكن أسوأ شيء هو الرجل في عز فرحته وإنجاز له سنوات وهو يحاول، وتبدأ تنتقد فيه هكذا. هو يعرف أن هذا شيء حرام، هو يعرف، فهمتموني؟ لا تفسدوا على الناس ما أحسن لحظات حياتهم، لأن هذه ثقافة أنا شخصيا أكرهها. أنا أؤمن بأن أسلوب النصيحة أهم من النصيحة نفسها. فراعي لأسلوب وظروف النصيحة، وتأكد الشخص الآخر سوف يستمع لك. الشخص الآخر سوف يقبل رأسك ويخبرك شكرا لك. لكن عندما تأتي أتمنى أن تفهموا فكرتي، لأن أنا دائما ما عندي مشكلة. أنا دائما ما مثل قضية ذلك اليوتيوبر هايبر عندما ألحد الكل سبني لأنني قلت رأي مختلف عن الرأي الذي قالوه. كيف لا ننهى عن المنكر؟ هل قلت لك أنا لا تنهى عن المنكر؟ هل أنا دافعت عن المنكر؟ هل تفهم؟ غياب الوعي هو كارثة كبرى، كارثة كارثة كبرى. الناس للأسف تحب الشعبوية، تحب الخطابات التي فيها نوع من الشعبوية، وأنا أكره هذا. ما
لا تقل شيء لإرضاء الناس، قل شيء لإرضاء نفسك وإرضاء الله عز وجل أولا. لأن الناس سهل أن تعطيهم الكلام الذي يريدون أن يسمعوه، سهل سهل سهل. أعطيك ما تريد أن تسمع وستبقى تطبل لي وتقول لي واو فاروق 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 فاروق. ولا سأكون منافق، سأنافق نفسي أولا. أنا لن أرضاها على نفسي. كيف تنصح مراهق يطمح في احتراف كرة القدم وأنا أخبركم احلموا؟ لن أنصحك، توكل على الله. وقد تكون أنت ومارادونا القادم، ولكن لا تهمل دراستك، بسيطة وسهلة. ركز في دراستك وخصص وقتك للتدريب وكرة القدم ومن يعرف، لكن لا تهمل المضمون. والدراسة ستفيدك حتى إذا احترفت وصرت لاعب كرة قدم من الدرجة العليا، وعلى الأقل ستعرف كيف تسير أموالك. لن يأتي وكيل وينصب عليك. ما تعرفون فلويد ماي ويذر؟ من منكم يعرف الملاكم فلويد ماي ويذر؟ بالله عليكم من يعرف فلويد ماي ويذر هنا؟ هذا هو أغنى رياضي في العالم، ووكيل أعماله نصب عليه في 170 مليون دولار لأنه لا يجيد القراءة والكتابة. ها هو مليونير، ها هو ملياردير، عنده أموال سلالتي بأكملها لم تجمع حتى ربعها، تم خوزقته لأنه إنسان غير متعلم. فأنت كرياض انظر لبيكي مثلا. لما بيكي ناجح؟ ها هو نظم دوري الملوك الكينجز ليج وغيره. عندما كان يلعب في برشلونة كان يعد لماجستير في إدارة الأعمال. تخيل أنك لاعب في برشلونة ومن أهم المدافعين في العالم ومدافع في إسبانيا، يعني لا تحتاج أن تتعلم، لا تحتاج دراسة ولا تحتاج أي شيء. لا، وها هو يدرس وأكمل تعليمه وتجد يقدم على أطروحات دكتوراه وغيرها. تعلم تعلم، يملأ دماغك، يملأ دماغك مهما كان الشيء الذي تقوم به. وتأكد هذا العلم، هذه المعرفة سوف تفيدك، سوف تفيدك. أنا فكرة الشهادة الجامعية لا تفيد في شيء، أعتبرها أخرى فكرة في الوجود. الشهادة لا تفيد بشيء، فكرة غبية، فكرة عبيطة. أهم فائدة للشهادة الجامعية أنك إنسان ملتزم، أنك إنسان منتظم. هذه الشهادة الجامعية دلالة على أنك 15 سنة وأنت منتظم في نظام تعليمي زبال فاشل. 15 سنة وأنت تستيقظ مع 8 صباحا وتذهب 8 ساعات والامتحانات تكدح. إذا كانت دلالة على شيء فهي دلالة على قدرتك على الالتزام. والالتزام من أهم الأشياء في الحياة. مع آية إفادة بعيدا عن الإفادة العلمية. كلما زادت مواهبك زادت فائدتك، بالعكس كلما زادت مواهبك زادت نسبة فشلك، لأنك موهوب في أشياء كثيرة، لن تستطيع التركيز على شيء واحد. يفضل أن تكون موهوب في شيء واحد وتبدع في الشيء الواحد الذي أنت موهوب فيه، على أن تكون موهوب في 20 تريليون شغلة. بالله عليكم أخبروا سلومو فاروق يريدك. اصبر اصبر اصبر، ادخل عنده بحساب الدباب، عندي حساب دباب وعلق فيه للمشاهير، فهمتم؟ ورتويت فيه مقاطعي واكتب كلام جيد عني. مع من الجولة متى؟ ركز يا بابا، ركز ركز، هذا السؤال ما هو مهم. ركز هنا هنا هنا، شوف الحلاوة. ايوه شايفها؟ الحاصل ليش الناس يحطوا قفازات في آخر الجبل؟ أنا أقول لكم ليش. لأنه القفاز طلع الشرح حقه إنه هذا جالس يشرح لهم القفازات ويشرح لهم عن الجولة. هذا يريد أن يفعلها بنا بدون فازلين. جالس يؤجج فيهم معركة اليرموك. راه جولة على تيك توك يا مؤمن. أيوا ذات السلاسل، جامع 1200 ويشرح لهم القفاز، محاضرة جامعية. أيوا ونحن جالسين نتحدث عن الحياة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يبدو أننا انبعصنا من المعركة قبل أن تبدأ.
مركز على أهدافه، مركز على أهدافه. المشكلة لا نحن عندنا قفازات، لا هناك داعمون في البث، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي. بث المنكح في المفرح، بث الفقر والشجاعة والمجاعة، بث هشاشة العظام. والله يا أنه بث هشاشة العظام يا رجل. يا المنكح في المفرح. اقرأ التعليقات طيب. أيوه أيوه. ندخل في جولات. أين هتان؟ والله كان هتان الجولة معاه جيدة يا رجل. با 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 با. مع من ندخل؟ أعطونا اقترحوا لنا اسم جيد ندخل معه. اقترحوا علينا اسم من الأسماء. مبروك العيد. لا انسوا علينا الركيني، انسوا الركيني. انسوا الركيني. ما أرسلنا له متكبر علينا. نحتاج إلى واحد من نفس فئتنا، نحتاج إلى واحد قريب منا، نحتاج إلى واحد من نفس طبقتنا الاجتماعية. با 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 با. أبو مشاعل مغلق. تكلم عن العقار، لا خبرة لي في العقار صديقي. ما عندي عقارات لكن لا أبيع وأشتري عقار، فلا أستطيع أن أفيدك. المعلم، فلسفتي مغلق. فلسفتي ما. الله يبدو لي أني سأغلق هذا البث. لم نجد منافسين، لم نجد منافسين، لم نجد أحد ندخل معه. اصبروا نرى بث سلومو. يبدو أننا سنغلق. يبدو أننا سنغلق. الأوضاع لا تبشر بخير. هذا ممكن هذه صراحة. ستروبيري. اوكي. نكتب فراولة بالانجليزي اول شيء. اوكي. لا حول ولا قوة الا بالله. هذا نحن ننتظره مشغل لهم ستروبيري. نحن ننتظره مشغل لهم اغنية فراولة. تفاهم معه انت، انتظره انت. ندخل مع الشيخ النصاب. نجمع قفازات. نحتاج لجمع بعض القفازات. اهلا اهلا بالشيخ جلال. اهلا. هلا يا فاروق، كل عام وأنت بخير. عيدك مبارك سعيد. عيدك مبارك سعيد شيخنا جلال. كيف حالك؟ كيف امورك؟ كيف الحياة معك؟ فاروق، نسأل الله أن يجعلك العام القادم من حجاج بيت الله. بإذن الله بإذن الله. ادعي لي أنا أصير مليونير. ادعي لي أنا أشتري ساعة رولكس ثمنها 15,000 دولار. أسأل الله عز وجل أن يرزقك، مش تشتري ساعة، تجري في اللات وعقارات إن شاء الله. ادعي لي بالتعدد يا رب عدد. الله ربي تتزوج 4 وكل واحدة رصيدها $1,000,000 في المصرف. لا أحتاج لمالهم، أنا أصرف عليهم عادي، فقط يكونون جميلات. يرزقك تعدد 4 زوجات صالحات. وجميلات. ركز على الجمال أيضا شيخنا، فتسافعل بصالحة وبشعة. وفر صلاحها في جيبها. إذا نظرت إليها سرتك، وإذا غبت عنها حفظتك. وأريد أن تسرني أولا، بعد أن أرى في تحفظني. بإذن الله تسرك. كيف أجواء العيد معك اليوم؟ والله الحمد لله جيدة. الأمور طيبة. تم بعد هذه أنتظر هاتان. ما شاء الله. الأمور طيبة، الأوضاع ممتازة. وين فلسفتي وركن ما التقيته؟ لا والله ركن تكبر لم يقبلني، وفلسفتي أنت تعرف. أهلا زيو. ركن من 3 أيام يعني نزل 600,000 نقطة كده بيتكبر. وعادي، ترى أنا ينزل لي نفس دعمه تقريبا لكن على منصتين ولا نتكبر. لا ركن بوسيف كويس، يحبك، صديقك يعني. لا والله ليس صديقي. لماذا؟ لا أعتبره صديقي. لا تمام. من أخونا فاروق تعتبره صديقك في هذا البرنامج؟ والله أهلا إن أي دائمين. نعم والله. شوف، الذي يضرب إليك هذا يحبك.
وهؤلاء هم الذين أنا متأكد أنهم أصدقائي. غير خلاص، أهلا أهلا فلاح، أهلا بالعظيم فلاح، أهلا تأذن لي بالكبير فلاح، الشباب طالبين تلاوة. أهلا بابن قبيلة عتيبة، تأمل أهلا عمي وعم عيالي، تأذن لي أهلا أهلا عمي وعم عيالي، تأذن لي أهلا صاحب الفيديوهات لا فاروق. طبعا. 4 وردات الشباب يريدون، قالوا لي اقرأ آية وأنا بنسكر، فنختم هذا اللقاء بآية. خذ اختم. أعوذ توكل على الله. بالله من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. بيض الله وجهك ووجه المشاهدين والمشاهدات. والله بيض الله وجهك شيخنا، بيض الله وجهك. والله أنت شخص يعني طيب السريرة، وصلى الله عز وجل أن يرزقك من خيره وتعيش سعيد في هذه الدنيا يا رب العالمين. الله يجعل كل خطوة من خطواتك أسود في البرنامج. أنت والداعمين والمشاهدين المكبسين، ربي يعطيكم ما أنفقتم. أنا والله آمين أنا آمين نفرح آمين. أنا نفرح لما يجي لي أخويا فاروق دعم. علاش نأسف؟ هذه رزقة من الله عز وجل، أفرح، نتمنى له الخير والله. يومك سعيد شيخنا، نراك لاحقا. السلام عليكم. سلام. والله شكرا NA، شكرا فلاح، شكرا للكبار. أين هتان؟ أيوه منافقين. لما ننافق؟ ماذا سنستفيد من النفاق يعني؟ يو ترونني. علقت القسات عندي في البرنامج يا رجل، والله علقت القسات عندي. تيك توك برنامج غريب يا